السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أولا كنقدموا التهاني ومبروك علينا احتضان كأس العالم إن شاء الله. وهذا كيدل على أن العالم كيتيق في الإمكانيات ديال الدولة ديالنا، والحمد لله. اليوم كان استقبال الملكي ديال السفراء ديال الدول في المغرب، واللي تار الانتباه ديالي هو للأسف بعض اليوتيوبرز والصحفيين اللي نشروا الخبر ديال أن الملك صاحب الجلالة نصره الله ما استقبلش السفير الأمريكي، وقاموا ببعض التحليلات ليست منطقية، وللأسف كيستخفوا بالعقول ديال الجمهور ديالهم، لأنه ليس من المنطق أن الدولة الداعمة اللي مغربية الصحراء وعلاش نستقبلوا السفير ديالها. وباش نبرروا الموقف ديالنا بدون نخدموا شي الخيال العلمي ونعتبروه سبق صحفي، وندون نقدموا الناس مغالطات. وللاسف كاين بزاف ديال الناس اللي ما عندوش الوقت باش هما يشوفوا الاخبار او لا كيبرروا على المعلومه، كيلتجئوا اليوتيوب، وللاسف كياخذوا اخبار خاطئه. اقسم بالله الا ما كانش الاخبار مؤكده 100% والله ما نقولها. المهم هو انه صاحب الجلاله استقبل السفير الامريكي والسفير الفرنسي، وهذا يدل على انه عما قريب تكون واحد النتيجه ايجابيه بالنسبه للعلاقات الفرنسيه المغربيه، لهنا كنعرفوا ان المشاكل كلها ديال الصحراء المغربيه هي من تحت راس الدوله الفرنسيه. ولكن كما لاحظتوا الدوله الفرنسيه كاينه الان محنه وراء محنه، الطوبات، الفيران، هالبق، هالجمل، 4 الحوايج بالمعاداة ديالهم للإسلام. ربما نطابق عليهم هذاك الشيء اللي نطابق على مصر القديمة. دابا عندهم 4 المصايب، إلا نطابق عليهم هذاك الشيء اللي نطابق على مصر القديمة، بقى لهم مازال 3 باش يديروا التعادل، باش يكون عندهم 7 مصايب. وللأسف هاد المصيبة اللي فيها هما راه غزات العالم، يعني الدول المجاورة حتى المغرب. جاتني بعض الأخبار أن حتى في الدار البيضاء في كازا، في درب عمار والقريعة، البق غزا بعض المحلات. للأسف الناس كيجيبوا سلع من أوروبا، والآن أوروبا راه كلها طلعت، اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا. ربما العالم كله غيطلب بالبق. ولو كانت الدولة الفرنسية وسط القارة الإفريقية ودولة إفريقية كون داروا لها الحصار برا وجوا وبحرا، ولكن بأنك كتنتمي للاتحاد الأوروبي وكيعتبروها دولة من الدول القوية ودولة نووية، راه فاتح الحدود مع راسها وغادي تنشر داك الوباء ديالها، تنشرو في العالم كامل. في هذا الموضوع هذا كاينه واحد الملاحظه اللي هي مهمه بزاف، باش تشوف كيفاش السفراء
كانوا كيجيو يقدموا التحية لصاحب الجلالة نصره الله، اللي في دول الكراغيلة كيسموها الركوع. بينما العالم المتحضر والمتقدم وحتى فرنسا هم شافوا السفير ديال فرنسا كيفاش قدم التحية لصاحب الجلالة اللي كان قريب راسو يمس ركابيه. ان السفراء كلهم تحناو انحدار عادي، هو انحدر بواحد الطريقة اللي مهينة، كأنه كيقول لصاحب الجلالة شبيك لبيك، اللي امرتي بين يديك. وحنا عندنا امر واحد هو الصحراء المغربية، وقريبا ان شاء الله فرنسا بالزمن غتعترف بالصحراء المغربية. الا ما كانش قبل ما يسالي هذا العام، مع بداية العام بالزمن فرنسا تعترف بالصحراء المغربية، وهذه اخبار اكيدة. البق والجمل علاش والفيران والطبات علاش كيجمعوا على فرنسا؟ كاين شي وحدين هذوك المتحيزين واللي عزيز عليهم فرنسا كيقولك لا، هذاك الشيء ما عندوش علاقه بالنظافه. غير باش نزيدكم واحد المعلومه، ان ما بين 1800 و 1900 عرفتوا فرنسا كيفاش كانت دايره؟ حاشاكم كانوا الناس كيقضيو الحوائج ديالهم في الشارع، يعني الطواليطات وداك الشيء ما كاينش، ما كان غير موجود. كان الناس غادي في الزنقه، اللي تزير كيريح الارض، وكانوا كيتمشاو بكثره الغائط مليان الشوارع، كانوا كيعفطوا على هادشي برجليهم. وجاتهم فكره يديروا البوطات لي بوط باش مبقاوش يوسخوا رجليهم. وفرنسا راها اشتهرات بالمواد العطريه. كاين بعض الناس يقول لا راه البق والجمل وهذيك الحاله اللي كاينه في فرنسا ما عندهاش علاقه بالنظافه. لا، السير عندها علاقه بالنظافه. اييه، الفرنسيين ماشي ناس نضاف، ما عندهمش مع النظافه، ما عندهمش مع الغسيل، وما عندهمش مع السوسان والتنظيف. عندهم غير مع البارفم، عندهم غير مع العطور. النهار كله هو كرش عليه في العطر، وحتى النهار اللي كيحتاج يغسل كيشد فوطه يسردها بالماء ويدوزها على لحمو. وهاد العمليه كيديروها مره في الشهر، شهرين، 3 شهور. هادو هما الفرنسيين. يقدر تلقى واحد الفئه قليله مهليه في راسها، ولكن 90% ديالهم هادو هو الحال ديالهم. هادشي علاش كثير عندهم البق والجمل والفيران والطوبات وسرق الزيت، كل شيء مجموع عندهم. الاستقبال اللي استقبل صاحب الجلالة السفير الفرنسي اليوم عنده تفسير واحد، هو أنه مستقبلا تكون العلاقات الفرنسية المغربية على أحسن ما كانت عليه. وهذه المصائب اللي الآن فيها فرنسا كافية باش تركع كما ركع السفير ديالهم، وغادي يعترفوا بالصحراء المغربية، وغادي يخرجوا من هذيك الدائرة ديال النفاق اللي كانوا كيقولوا للمغرب احنا معكم، وفي نفس الوقت راهم كيحرشوا الجزائر باش يمولوا البوليزاريو ضد المغرب. والسلام عليكم، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.